اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اصحابه اجمعين. حبايبي، طبعا احنا طول شهر رمضان هنعمل اكلات وننزلها. النهارده بقى مع بعض هنعمل هنعمل حمام. زي ما انتم شايفين الحمامه هي ما شاء الله كبيره ازاي. هنا عندنا جبت الفريك، انتوا عارفين ان انا بجيب اللي هي الفريك الاكياس، بنقعه بغسله وبنقعه. وهنا هنعمل سمبوسه، وهعمل كمان رقاق باللحمه المفرومه. طيب النهارده بقى مع بعض كده واحده واحده هنشوف احنا هنعمل بالتفاصيل وبتكات كل حاجه النهارده. خليكم معايا عشان تشوفوا كل حاجات احنا هنعملها النهارده. الحاجات اللي احنا هنعملها حاجات جميله، وحاجات طبعا نواشف نقدر ان احنا نعملها في اي عزومه. انت العزومه عندك تقدر ان انت تعمليها. استفيدي منها، ولو استفدتي منها من اي حاجه انا عملتها ما تنسيش تحطي لي اللايك. تعالوا بقى نعمل مع بعض كده الفريك. اول حاجه انا مسكت 3 4 بصلات حلوين كده، عملناهم في الكبه. تمام، حطيت حته زبده وشويه زيت لغايه لما تصفر، بس البصله تصفر شويه ننزل على طول الفريك. يلا بقى ننزل بالفريك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نقلب كده بقى، نقلب بقى كده الفريك بتاعنا. نحط التوابل بالمره عشان نقلب تقليبه واحده. فلفل اسود، بهارات 7 بهارات، وكمان معلقتين ملح حلوين. نقلب. وانا كمان عملت قطيتين في الكبه، حطهم بقى عليها، بتديها لون وبتديها طعم، وبيبقى يعني بصوا احلى من كده خالص. يعني بصوا انتوا هتشوفوا الفرق دلوقتي بين ده وبين ده. ده كده اللي من غير طماطم. تعالوا بقى نحط الطماطمتين، بتدي شكل تاني خالص. نحط بقى هما 2 بس. نقلب بقى تقليبه حلوه. وتعالوا بقى يستوي شويه عشان نحشي بيه احلى حمام. كده انا قلبتها تقليبه حلوه. عايزه تحطي شطه حطي، مش عايزه تحطي بيريحي. انا الكبد والقوانص هقطعها حتت صغيره وهعملها لوحدها. يعني هعمل الكبد والقوانص لوحدها، مش عايزه اعملها معاها اهو. يعني استنى بس عليها سنه صغيره، يعني مثلا لمده دقيقه على النار، وبعد كده هطفي. شايفين انا برضو مستمره في التقليب زي بقى ما انتوا شايفين كده. برد شويه اهو. تعالوا نحط بقى في قلب الحمام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا بنحشيها من هنا وبعد كده نقفلها اهو. وبرده من عند الزور هحشيها وبعد كده نقفلها. عندك خله اعملي بالخله. انا ما بعملش بخله. ليه؟ لان انا عايزه اقول لكم بس على حاجه. ساعات لما بنيجي نقلب، لما بتيجي تقلبيه بيحصل بتبص تلاقيه يعني الخله عملت اي حاجه تانية في الزور الحمامه التانية تقوم مفرقعه. فاحنا مش عايزين كده. ممكن تعملها بخيط، انا بعملها عن نفسي بالخيط. وبعد كده نعمل بقى مع بعض الرقاق ده. يعني هعمل كذا واحده في الحمام، وهحط الميه على النار عشان تشوفوا احنا بنعمل خليكم برضو معايا. زي ما انتوا شايفين انا كده خلصت وحشيته اهو. تعالوا بقى بصوا اللي فاض قد الفريك. شايفين انا بقى هعمل هسويه بس قرب المغرب كده، واقوم مسويه الفريك بتاعنا. وهعمل بقى معاكم السمبوسه، وهعمل معاكم الرقاق باللحمه المفرومه. تعالوا نشوف الاول. اول حاجه هنعمل في الحمام بتاعنا ده، وهنسقطه ازاي عشان يبقى بالراحه وما يفرقعش منك ولا حاجه. اول حاجه هنعمل حطينا الميه على النار. اول ما تغلي ننزل على طول الحمام. احنا هنا بقى بنسيح الزبده زي ما انتم شايفين كده، سيح عشان خاطر نعمل الرقاق. كده الميه غليت للحمام. قطعت طماطميه، وعندي بصلايه صغيره، ورق لوري، وحبهان، وفلفل اسود حصى.
تعالوا بقى ايه نسقط بقى على طول كده الحمام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ننزله كله كده. بسم الله الرحمن الرحيم. واول ما يغلي غلوه طبعا انا ما بغطيش الايه الحمام، مش هيتغطى، مش هنغطي الايه الحله يعني. تعالوا بقى نعمل مع بعض ايه، قولوا معايا، السمبوسه، ونعمل الايه الرقاق. اول حاجه دهنا الصينيه زي ما انتم شايفين كده. هجيب واحده ورقه ورقه اهو، نعملها على طول بالايه بالسمنه كده البلدي اهو. عندك شوربه برضو ممكن تعملها بالشوربه، عامه اي حاجه. نحط بس ايه كام رق كده، وبعد كده نحط الايه اللحمه المفرومه في النص. تعالوا بقى كده نحط اللحمه المفرومه في النص. بسم الله الرحمن الرحيم. كده احط برضو معاها جبنه رومي على الوش كده، وجبنه ايه موتزاريلا في النص، مش هحطها من بره. احط كده الجبنه الرومي والجبنه الموتزاريلا في النص. تمام. بعد بقى ما حطينا زي ما انتم شايفين، انا حطيت هنا، كنت المقطع ده فاكره ان انا صورته، الجبنه الموتزاريلا، وحطيت الزيتون، وحطيت الجبنه الرومي، وبعد كده بنقوم حاطين ونمسح مسحه كده. دي كانت عندي شوربه بط اهو، مع برضو الايه الزبده، بتدي طعم حلو قوي 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 للرقاق. تمام. نكمل بقى كل الحاجات دي، هما 3 و3، يعني 3 من تحت و3 من فوق، وفي النص تحطي الايه اللحمه المفرومه بتاعتك. تمام. هفرد برضو ده كده، وبعد كده اهي تبقى جاهزه معانا علشان ندخلها على طول الفرن. اهي مسحه من الشوربه. تمام. وبعد كده المسحه التانيه سمنه. وبكده انا خلصت صينيه الرقاق زي ما انتم شايفين. خلاص هدخل بقى على الايه الفرن قرب ايه المغرب. تعالوا بقى نعمل السمبوسه. اول حاجه زي ما انتم شايفين اهو، انا فكيت الرقات من بعضها، بتعملها زي القرطاس. تمام. وتوسعيه شويه اهو. بعد كده نحط اللحمه المفرومه. تمام. وبعد كده بتقفلي اهو على نفس الشكل بتاعها. تمام. طيب لو هي صغيره كده مش هتكمل، بتقومي حطاها على طول من هنا كده وتدخليها، ويبقى كده خلصتها. اهي دي كده شكل. تعالوا نعمل واحد تاني اهو. حط شويه لحمه مفرومه، بعد كده برضو نفس الحكايه، هتبقى صغيره فاقوم انا عاملاها على طول كده. نفس الحكايه على طول بتتعمل دي كده. الايه اللي هي طريقه عمل السمبوسه سهله وبسيطه، ما فيهاش اي حاجه اهو. حطي اللحمه المفرومه، نوزعها كده اهي، ولا تجيبي مثلا ايه ميه ولا تعملي بيها ولا حاجه، ما فيهاش اي حاجه، سهله وبسيطه ومش هتفك منك خالص اهي. واحده كمان اهي، لحمه مفرومه. عايز تعملي بالجبنه اعملي، انا هعمل بالجبنه الرومي، الباقي هعمله بالجبنه الرومي. تمام اهو، يعني ده باللحمه المفرومه الشويه اللي فاضوا، واعمل الباقيين عندي بالجبنه الرومي. زي ما انتم شايفين انا كده خلصت كده ايه السمبوسه اللي باللحمه المفرومه وبالجبنه الرومي. تمام. وعملنا الرقاق. تعالوا بقى نشوف الحمام اخباره ايه. هنا انا مغطيه يعني حاجه بسيطه، بس لازم تسيبي فراغ كده عشان خاطر ايه ما يبهدلش الايه البوتاجاز بتاعك. ما شاء الله ما شاء الله. شايفين الشوربه جميله ازاي.
زي ما انتوا شايفين كده انا خرجت كده الايه الحمام. تعالوا بقى اول ما يخرج كده يهدى شويه وبعد كده ندخله الايه. عايزه تقليه على البوتاجاز اقليه، عايزه تحطيه في الفرن اللي يريحك. تعالوا بقى ايه نحط على طول هنا كوبايه لبن، وعندي بيضايه، عشان ملح، فلفل اسود. نقلب بقى كده ونعمل البيضه كده مع اللبن. تمام. ندخل الفرن ونسقي زي ما انتوا شايفين. بسم الله الرحمن الرحيم. احلى صينيه رقاق. يلا تعالوا بقى ندخلها الفرن وشوفوا بعد ما تخرج من الفرن هتبقى شكلها عامل ازاي. تعالوا بقى نعمل الفريك. هنسقي بالشوربه بتاعتنا اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوا على النبي كده. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. اهو نقلب بس كده. انا خلصت هغطيه بقى وبعد كده ابقى اوطي عليه كده. لسه خارجه صينيه الرقاق زي ما انتم شايفين ما شاء الله اهي. بصوا الريحه بتدل على نفسها يا جماعه. اهو نغطيها بقى بورق فويل عشان خاطر قبل الفطار نقطع ونحط على طول. تعالوا بقى نعمل مع بعض السمبوسه. حطينا بقى الزيت زي ما انتم شايفين كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ننزل السمبوسه اهي على طول كده بقى نقلبها زي ما انتم شايفين. بتخرج على طول. نخرج بقى على المناديل المطبخ زي ما انتم شايفين كده. خرجنا كده السمبوسه. تعالوا بقى نقلي الحمام. نقلب بقى كده. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتم شايفين كده الحمام اهو. وادي الفريك بقى مهري وجميل ازاي. بصوا المنظر. تعالوا بقى نحط شويه كده عشان نحط الحمام يبقى مدي منظر حلو اهو. يلا نرص الحمام بتاعنا. شايفين كل سنه وانتم طيبين ويعود عليكم يا رب الايام كلها بخير. وبكده احنا خلصنا كده الاكل بتاعنا الحمام. وادي كده الرقاق وكمان شوربه لسان عصفور وكمان الفريك اهوت بالكبد والقوانص، سلطات والسمبوسه بتاعتنا. اقول لكم بقى كل سنه وانتم طيبين. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش سبسكرايب ليوميات مطبخ الياسمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته مع احلى متابعين في الدنيا.